اهلا حبيباتي، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم راني عند اختي زعما باش جيت نعاونها على خاطر عارضه زميلاتها في العمل بمناسبه البيت الجديد جايين يهنيوا لها، وزعما كانت معوله عليا نجي نعاونها. فينا اختي ما شاء الله ما وصلت لقيتها وجدت كل شيء، دارت هنا لسالي وكانت عندها اسبوع ديجا وهي تحضر في الحلويات، وعملت 4 أنواع من المملحات: لي كورني فارسية، لي زيسكيمو، لي ميني بيتزا وميني برجر. وبالنسبة للحلويات البقلاوة عروسة الصينية، وعملت هذا الكاتو شوكولا، عملت الزيريات الجريوش وأصابع أو بقلاوة تركية، ووجدت صينية لاتاية منعنعة الله الله، إضافة للجاتو صب الرشراش والمنقوش. وهذه بونبونير حطت فيها الحلوى مع لونطخي، ان شاء الله ربي يحلي ايامها وايامهم. وهذا الكاستال اللي طيباته خليناه في الفريجيدار باه يبقى حاكم روحه، راح نسربيوه مع لاتاي. وهذه انا رحت في الساعه بريباريت روحي، لبست بنطلون نوار وكولغولي نوار، والبول هذا الصوف جايه فيها بغيون مشعر، وهنا رانا نستناو في الضيوف نتاعنا. الو حبيبي، هاي تفضل حطي 3 على الاسانسير. بالمناسبة حبيباتي، أختي فتحت قناة راح تشارك فيها معكم وصفات عديدة ومتنوعة. أختي ما شاء الله عليها طباخة وفنانة ماهرة. فقط راح نخلي لكم الرابط نتاعها في صندوق الوصف. نتمنى أنكم تعملوا لها أبوني وتشاركوا في القناة نتاعها باه تستفيدوا منها وتدعموها. وقناتها مش مختصة فقط في الطبخ بل حتى في التدابير المنزلية، هادوك لي كادغ لي بو حوايج بزاف، راح تشاركهم معاكم على خاطر ما شاء الله عليها عندها أفكار رائعة وتطبقهم وراح تشاركهم معاكم. وهنا ما بقى لي غير نقول لكم حبيباتي تهلاو لي في رواحكم، نخليكم على خير وعافية، إلى اللقاء.